الحياه سريعه قوي، ولازم عشان تبقى ناجح على السوشيال ميديا تتكلم بسرعه. اول ما بدات اعمل كونتنت من سنه كنت عارفه اهميه ان انا اتكلم بسرعه، وان انا على طول اخلي اللي بيتفرج عليا مركز معايا ويكمل الفيديو لاخره. بس بما اني خريجه اعلام دارسه برضو ان احنا في طرق تانية كتير ممكن نخلي اللي بيتفرج علينا مركز معانا من غير ما نكون بنتكلم بسرعه، من غير ما نوتره. وزي اي حد لسه بيعمل فيديوهات يتكلم قدام كاميرا، كنت ممكن اقعد ساعه عشان اطلع فيديو دقيقه. ساعة قدام الكاميرا بغلط وبعيد، بحاول اغير في طريقتي واعمل كل حاجة علشان بقلل الامكانيات اللي معايا اعرف اعمل فيديوز كويسة. بس بعد فترة من ان انا اوقف وارجع واوقف وارجع، خلال رحلتي على السوشيال ميديا ورحلتي في الشغل طول السنة دي، توصلت ان انا مش محتاجة اتكلم بسرعة، وان ده اصلا مش هدفي. وان انا لما بدأت الاكاونت ده بدأته عشان هدف تاني غير ان انا اجمع فولورز كتير قوي واخلي كل الناس تشوف الفيديوز بتاعتي ويكملوها لحد الاخر. انا عامله الاكاونت ده وبعمل الفيديوز دي علشان تعكس شغلي اللي انا بعمله واللي ليه علاقه مباشره بالسوشيال ميديا، وعلشان احقق شغفي من وانا صغيره واعلم الناس اللي انا بتعلمه. فانا بقدم فيديوهات تعليميه اوصل بيها معلومات. مش لازم ادي الناس معلومات وانا بتكلم بسرعه واوترهم، لان مفيش حد بيجري ورانا، ومش لازم يخلصوا الفيديو ده عشان يخشوا الفيديو اللي بعده. انا بعمل محتوى فيه فاليو، ولقيت ان احسن طريقة اكون بيها نفسي واقدم بيها المحتوى ده هي الطريقة الهادية. اضرار السوشيال ميديا كتير جدا، حتى لو كنت واعي وعارف انت بتتفرج على ايه. فكرة الفيديوز القصيرة بتخليك مشتت وبتخليك مش مركز، وانا مش حابة اكون جزء لو بسيط في حاجة زي كده. انا محتاجة يكمل الفيديو للاخر هو فعلا اللي حابب يعرف اكتر عن السوشيال ميديا والديجيتال ماركتينج ومحتاج مساعدتي في شغله. بس كده.